يمتد جدار الفصل العنصري ليحيط بالمدينة المقدسة ويعزلها عن امتدادها الطبيعي، ويجسد معبر قلنديا كنموذج لسائر الحواجز الممتدة على طول الجدار حالة المنع الرهيبة للفلسطينيين من دخول القدس، فلا يمكن عبوره إلا بتصريح، والذي يعد بالنسبة لمعظم الفلسطينيين من رابع المستحيلات الحصول على مثل هذا التصريح للعبور إلى القدس. قدامك بكون قريب تقريبا 20 واحد، يعني بدك ساعة ونص لتطلع من الحاجز. ولا يشكل معبر قلنديا حاجزاً أمام سكان الضفة الغربية للمرور إلى القدس فقط، ولكن يشكل عائقاً أمام دخول وخروج أهل القدس، حيث يستدعى المرور منه انتظار ساعات قد تطول أو تقصر بحسب هوى الجنود الموجودين على الحاجز. الأشياء اللي احنا شايفينها هاي صعب جدا، حتى اللي بيحاول يجتازها وبمسكه طبعا راح يتبهدل بهدله يعني ما مرتش. ايوه بينضرب بانك تقعد بالشمس ساعتين ثلاثه اربعه، فيعني مرار جدا. وبالإضافة إلى سائر الأعباء الأخرى التي يواجهها أهل القدس، يعاني أهل القدس العاملين في الضفة الغربية عبء المرور اليومي من هذا المعبر، وهو أحد الأهداف التي سعى إليها مشروع الجدار في تفريغ المدينة المقدسة من سكانها. الحواجز هي أحد الأساليب الإسرائيلية من أجل محاصرة مدينة القدس، من أجل عزل السكان الفلسطينيين داخل معازل في أحياء المدينة المقدسة، حيث يشير أحد كبار المستوطنين أن الانتظار في طوابير طويلة كل يوم سيدفع أهل القدس للتفكير جدياً في الانتقال للسكن في الضفة الغربية بشكل نهائي. لقد اتخذ كفاح أهل القدس في وجه الاحتلال ومحاولات التهويد أشكالاً عدة، ويعد صمود المقدسيين وإصرارهم على العبور اليومي من وإلى الضفة الغربية هو أحد أشكال النضال ضد محاولات الفصل والتفريغ. سماهر حجازي، القدس، عاصمة الثقافة العربية.